دايما كلنا كل يوم بنحاول ان احنا نعيش في الخيال بتاعنا ونعيش ان احنا كل يوم اشخاص بقى عندنا عربيات والكلام ده. هل فعلا خيال اللي في بالك اللي انت بتقعد تفكر فيه في المواصلات وقبل النوم هل ممكن يتحول لحقيقة؟ عادي جدا ان ممكن الخيال يتحول لحقيقة، واحكي لكم قصة تثبت ده. الموضوع ابتدى ان انا كنت بتدرب عادي رياضة بشكل عام. الموضوع ابتدى ان انا كنت بتمرن عادي في الجيم، بنزل اتمرن ان انا اعمل نظام غذائي لنفسي، ان انا اشوف ايه التمارين اللي ناقصاني وابدا اعملها، لحد ما لقيت ان الناس بدات تسالني تقول لي اتمرن ايه واعمل ايه. طب انا بقول لهم التمرين بناء على ايه؟ هل هو عنده اصابات؟ هل انا اعرف ايه الهدف بتاعه؟ طب هل هو يقدر يشيل الوزن ده؟ طب هل الاداء ده يعرف يلعبه ولا هيعاني منه او هيتصاب؟ فكل الاسئله دي جابت ان انا ما لقيتلهاش اجابه. نصيحه من صديقي اخويا الكبير دكتور صالح فريد، هو اللي رشحني، قال لي طب ما تبدا تاخد كورسات او تبدا ان انت تخش في المجال ده. من هنا جت الفكره ان الموضوع ما هو طالما الناس بتحبني وبتحب تسمع، ليه فعلا ما بقاش معتمد ان انا اقدر انصح الناس يعملوا ايه، او ان انا اقدر اقول لده روح هنا وتعالى هنا واعمل كذا واعمل كذا. دي كانت بدايه القصه. بعد كده خدت الكورس، من هنا بدا الخيال يظهر. كان بيظهر في المواصلات، كان بيظهر قبل ما انام، كان بيظهر لما بشوف الجيم اللي انا نفسي اشتغل فيه قدامي، بقول يا طب ايه اللي يحصل لو اشتغلت فيه، طب ايه اللي المفروض اعمله عشان اشتغل فيه. من هنا الخيال ممكن يبتدي يكون حقيقه. اللي في خيالي ده اقدر اوصل له ازاي. انا كان هدفي في يوم من الايام اشتغل في جيمات القاهره وابقى فيها بقى وافضل عايش في القاهره، وهو اتحقق دلوقتي. كان نفسي اشتغل في جولز جيم، ده كان سقف طموحاتي وقتها. ايه اللي ممكن يوصلني للجيم ده؟ ايه اللي ممكن يخليني احقق ده؟ والحمد لله اشتغلت في جولز. حاجه كنت بتتخيلها او كنت بتحلم بيها بدات توصل لها، ووصلت لها فعلا وعديت منها، بدات تخش على مرحله بعدها عايز ان انت تحققها. هل الخيال ممكن يتحول لحقيقه؟ من وجهه نظري وهو كل سنة بندور على حاجة أكبر نحققها لحد ما نوصل للي احنا عايزينه. الموضوع ممكن توصل له بسعيك، باستمراريتك، برخامتك على الموضوع. وبس كده، ده فلوج النهارده، وبكده هيكون ده تالت فلوج اعمله، وده شيء بسيطني جدا لان فعلا ما زلت مستمر اني بعمل الحاجه اللي بحبها. الخلاصه من الموضوع بشكل عام وهي ان اي حاجه في خيالك انت فعلا تقدر تعملها لو حولتها لاهداف حقيقي. هتلاقي كميه بيبان بتتفتح لك لما تبدا تاخد اول خطوه في الحاجه اللي انت بتحبها. واقصد هنا بالخيال هي الحاجه اللي تقدر تحققها، واكيد طبعا عارفين انا قصدي.